السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو. النهاردة هعمل بانيه بس بشكل مختلف، مش البانيه بتاعنا التقليدي. هعمل صينية بطاطس بصدور الفراخ. صراحة أنا كنت محتارة مش عارفة أعمل أكل إيه، وبصراحة برضو البانيه والمكرونة إحنا كلنا زهقنا منهم، دي أسهل حاجة بتتعمل وبنعملها على طول. فالنهاردة قلت أخد صدور الفراخ أعملها مع صينية بطاطس، بس هعمل لها تتبيلة مختلفة شوية بشكل مختلف. عندي بطاطستين كده كبار، انا عملت 3 بطاطسات صراحه، بس كانوا قدامي الكاميرا 2، اخدت واحده تالتة وحطيت عليهم. وهقطع البطاطس باشكال متساويه، يعني حجم متساوي، بحيث انها ما تغيبش في السوا، يعني تستوي في نفس الوقت اللي هيستوي فيه صدور الفراخ. عندي بقى هنا فلفل الوان وفلفل رومي اخضر وبصلتين متوسطين، هنزل كل ده في الكبه. ما تنسيش لو اول مره تشوفيني، ما تنسيش تعملي اشتراك للقناه وتعملي لايك للفيديو وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويسعدني تعليقك وكومنتك على الفيديو. قولوا لي لما بتبقوا محتارين في الاكل بتعملوا ايه، لاني انا زهقت صراحه كل يوم اخترع اكلات كده من دماغي. فهتشغلي الكبه كده على كل البوكيه الجميل ده. انا مش هحط اي حاجه عليه، لا ملح ولا فلفل، الا لما اخلصه علشان اظبط بقى بره. هضرب كل ده في الكبه، وما تنسيش تحطي معلقه ثوم مفروم كبيره. طبعا كل يوم احنا في حيره. ما تنسيش تدعي لاخواتنا في فلسطين وفي غزه، وما ننساش ندعي لكل المستضعفين في الأرض، ربنا ينصرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، نصر عاجل غير آجل، اللهم أمين يا رب العالمين. هضرب بقى كله كده في الكبة بضرب ناعم، أنا عايزاها ناعمة مش عايزة حتت كبيرة، يعني عايزاها تبقى ناعمة خالص عشان هاخد نص الكمية دي أتبل بيها صدور الفراخ. هضربها كده في الكبة وانا طبعا شغالة بسبح ربنا وبستغفر وبصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك اللي انت بتعمليه. بصوا كده، تخيلوا كده انا ما حطيتش اي توابل وريحتها كانت جبارة. عندي بقى نص البانيه هنا مغسول كويس جدا ومحطوط عليه ليمون، هشطفه بقى وهنزل بنص الكمية اللي في الكبة في بولة، هنزل بنصها بالظبط زي ما احنا شايفين كده. وهظبط بقى الملح بتاعي، هحط الاول معلقة خل، الخل بيطر اللحم بتاع البانيه او بتاع الفراخ عموما يعني. معلقه فلفل، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، هظبط الملح بتاعي، معلقه 7 بهارات، ومعلقه صغيره حبهان مطحون. هقلب كده كله على بعضه، وهنزل بكميه صدور الفراخ او البانيه بتاعي في التتبيله دي كلها، هتبله كويس قوي. عايزه اتكلم كده في حاجه صغيره، يعني معلش يا جماعه بعد اذنكم، اللي يكلم حد او تتصلي بحد بلاش تقولوا كلام يجرح، يعني بلاش كسر الخواطر. يعني كسر الخواطر ده عقابه شديد عند ربنا والله. يعني بدل ما تطلعي كلمة تجرح اللي قدامك، طلعي كلمة تجبر بخاطر اللي قدامك. جبر الخواطر حسابه على الله. يعني بلاش نتنمر على بعض، بلاش نجرح بعض بالكلام. يعني اللسان اللي يطلع الوحش ممكن يطلع الحلو. ولو عندك حاجة مش عاجباكي احتفظي بيها، ما تقوليش، ما تجرحيش اللي قدامك. يعني ما هو انت مش هتغيري الكون. ولو انا فكرت ان انا عايزه اغير اللي قدامي، لا، انا اشوف عيوبي انا الاول احاول اغيرها وبعدين احاول اصلح اللي قدامي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. يا جماعه الموضوع ده انتشر جدا. كسر الخواطر ده بيميت القلب، يخلي الناس تجيلها احباط واكتئاب، وفي ناس بتموت حرفيا، في ناس بيتوفاها الله من كسر الخواطر. فخلي بالنا ان الكلمه الطيبه صدقه، والكلمه الطيبه، وربنا اللي بيجبر بخاطر حد ربنا بيجبر بخاطره. معلش انا بس قلت الكلمتين دول لان اليومين دول موضوع كسر الخواطر ده انتشر كتير جدا، الناس بألسانها زي الخشبه والله. انا كده تبلت البانيه لوحده، سبته شويه في التتبيله، وهاخد بقى نص التتبيله التانية انزل بيها بقى على البطاطس بتاعتي. هنزل بيها كلها كده، وهحط عليها بقى نفس التوابل اللي انا حطيتها على البانيه هحطها هنا على البطاطس، بس هظبط الملح عشان ما تبقاش حادقه. هنزل برضو بملح وفلفل و7 بهارات وحبه زيت، او زي ما احنا شايفين. الصينيه دي تحفه والله، تحفه حرفيا. انا حطيت هنا كمان معلقه صغيره كركم تديها لون كده. بصوا قلبت بقى البطاطس كده وشويه زيت صغيرين،
والله يا جماعة لو دقتوها تحفة تحفة تحفة. انا كده سبت حوالي البانيه فيها يعني بتاع 10 دقايق ربع ساعة، مش كتير قوي. هرصه بقى كده فوق الوش. طبعا انا عملت رز بس ايه ما صورتهوش، يعني رز بالشعرية عادي جدا، علشان الصوص اللي بينزل منها ده بيبقى جبار، لازم يتحط على رز. هرصها بقى كده، وطول ما انت واقفه بقى استغفر الله استغفر الله استغفر الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحاجات دي والله تخلي الملايكه واقفه حواليكي، وكل الاكل اللي بتعمليه بيبقى فيه بركه، ربنا بيبارك فيه. طبعا الايد بركه، عشان ما حدش يقول لي بتعملي بايدك، احنا اللي هناكل الاكل، فالايد بركه. طول عمر امهاتنا شغاله بايديها، كانش فيه لا جلافزات زمان ولا الكلام ده. هنزل برضو بمعلقه زيت كده من فوق الوش، وهغطيها بقى بالفويل واحطها في الفرن. هتقعد قد ايه في الفرن؟ مش كتير، لان البانيه ما بيغيبش في السوا ولا البطاطس. هتقعد حوالي ربع ساعه. انا سبتها ربع ساعه عشان تتهري خالص صراحه. حطيتها كده في الفرن، هسيبها كده ربع ساعه لغايه لما احس ان ريحتها طلعت وشربت الميه كلها اللي ميتها كلها. هطلعها بقى، بصوا الجمال، تحفه 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 تحفه. طبعا انا شلت بقى الفويل وهدخلها تاني تحت الشوايه تاخد وش عشان تتحمر. البطاطس اتهرت اهي، والبانيه حرفيا اتهرى. ريحتها كانت جباره، ريحتها جميله جدا، جربيها هتعجبك قوي وهتعجب الولاد وهيقولوا لك اعمليها على طول. واحسن من البانيه اللي بيتعمل مع المكرونه، مغذيه اكتر كمان وبتشبع اكتر. كده انا حطيتها تحت الشوايه تاخد وش بقى كده. وبصوا بقى ريحتها جباره حرفيا، مع رز بالشعريه. والف هنا وشفا، جربيها هتعجبك قوي. ومش بتاخد وقت كتير، يعني هي خدت كلها على بعضها ما خدتش 10 دقايق يعني. بصوا الجمال، بصوا دايبه دوب البانيه، دايب دوب دايب دوب. يعني ممكن كمان تعمليها وتعمليها سندوتش لاولادك. يعني ممكن البانيه ده كده بالصوص ده والتتبيله دي تتحط في رغيف في سندوتش او حاجه. جربيها، الف هنا وشفا. وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه. سلام.